يعني تحسين الإلقاء يلعب دور في نجاح القصيدة أو وصولها للجمهور، ولا الإلقاء آخر شيء ممكن واحد يفكر فيه يعني كشاعر؟ يفضل أن 50% و50%. يعني راح أعطيكم مثال. أنا حضرت وايد أمسيات في شعراء يحملون مفردات جميلة جدا، وأنا كنت قارية كتبهم، ولكن لما شفتهم على المنصة لقيت في ارتباك ولقيت في ضعف بالإلقاء، فهذا الشيء ضيع من مضمون القصيدة، ضيع جماليتها. بالضبط. وفي شعراء يعني يحملون الشيئين، إلقاء جميل ومفردات جميلة. وفي نوع ثالث يعتمد اعتماد أكبر على الشكل وعلى طريقة الإلقاء الملفتة أكثر من المضمون، ونشوفهم أحياناً في السوشيال ميديا. يعني بعطيكم مثال بسيط. مثلاً بعطيك بيت الحين بخترعه، مثلاً بقول عيونك مكحلة، يبطئون كلمة عيونك مكحلة ويحطون شكل الشاعر ويكررون فيها، ولما أنا أشوف أنبهر، أقول خلنا نسمع هذا شنو قاعد يقول، أدقق ماكو شيء. صحيح. فهذا معتمد على شكله وعلى الأمور السطحية اللي من خلالها يحط مثلا مجموعة من العيون أو النساء، وعاد ترند ورا ترند، تيك توك ورا تيك توك، وتمشي. لا، في حركة بعد هابين فيها اللي يقول لك كلمتين وتصير على البطيء، ولما تركزين بالكلمات تحسين شيء يعني ما فيها شيء فاضي. قاعد أقول لك مثلا عيونك مكحلة، وكل واحدة تتكحل وتزوم على عيونها، لما تجي حق مضمون القصيدة فراغ ماكو شيء. فهذا النوع أنا أشوفه ضعيف ولكن شاطر، يعني أهم هذه شطارة إعلامية، شاطر تسويقيا، ولكن يفضل يعني من وجهة نظري المضمون بالدرجة الأولى، ومن ثم الإلقاء. ويفضل الشعراء اللي عندهم ارتباك على المنصة يعني يكتفون فقط في الكتب، ويكتفون من المطربين يغنون لهم، فأفضل عشان يوصلون إحساسهم بشكل أجمل وما ينظلمون يعني. صحيح.